يلا النهارده مع بعض كده نعمل اجمل واحلى فطيره. زي ما انتوا شايفين الجمال، فطيره كده وجنب منها بقى عسل على طحينه كده. او بقى تحط الفطيره دي تاخدي منها قطعه كده تحط عليها لبن بقى كده. هتبقى معاكي ام علي بدون بقى خبز ولا عجل. هنعمل الفطير الجميل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهوله كده. طبعا الرقاق الناشف اللي هو الرقاق اللي احنا بنعمل منه رقاق بلحمه. طبعا الرقاق اللي هو ده بنعمل منه برضو، ممكن نعمل منه ام علي وممكن نعمل منه رقاق كده عملناها كده فطيرة بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. تابعينا وان شاء الله كده تعملي اجمل واحلى فطيرة. سابت كده 10 دقايق كده تكوني عاملة لاولادك اجمل فطيرة كده يتعشوا بيها كده. طبعا احنا عارفين ان احنا خلاص بقينا في الجو الساقعة، فعايزين بقى حاجة كده سخنة كده لجوع اخر الليل كده. طبعا مش هتلاقي اجمل ولا احلى من الفطيرة الجميلة ديت بكل سهولة. متنسينيش بقى باللايك الحلو بتاعك كده، ويلا بينا بقى نقول لكم هنعمل ايه. بسم الله وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وزي ما انتم شايفين كده معايا طبعا هيكون معايا كده كوبايه من اللبن، ومعايا كده شويه من القشطه وش اللبن، وطبعا معايا اللي هو الرقاق الناشف، ومعايا كده برضو كده معلقتين من السمنه، معلقتين كبار من السمنه سيحتهم كده. طبعا الرقاق الناشف هو بصراحه ما فيش حاجه، بيبقى العجينه بتاعته عباره عن بس ميه وكوبايتين مثلا من الدقيق او نص كيلو على حسب ما انت عايزه تعملي. انا بصراحه لما بعمل منه شويه حلوين، يعني بعمل كميه حلوه واخليها عندي كده بحتاجها في اي وقت كده بلاقيه جاهز. بدات ان انا بعجنه بالميه ورشه ملح صغيره على العجين بس خلاص كده. وبخليه بقى عندي. طبعا هو الرقاق الناشف ده بيعيش معانا كتير، بياخد وقت كتير معانا، وزي ما قلت لك بنحتاجه بقى في سندوتشات. يعني انا مثلا دلوقتي بحطها في اللبن كده واشيلها. هبدا ان انا احطها بقى في الطاسه كده. احط بقى مثلا، انا حطيت مثلا ست رقاقات يعني 3. يعني مثلا لو انت حابه بقى تعملي في حشو في قلب منه، عندك مكسرات او اي حاجه، ممكن تحطي 3 و3 وتحطي بقى الحشو بتاعك في النص. بس الصراحه انا حبيت ان انا اعملها كده فطيره كده، وما كانش عندي مكسرات ولا حاجه، فانا قلت بقى طبعا احنا عارفين اسعار المكسرات، فاحنا قلنا نعملها فطيره اقتصاديه كده. طبعا معايا كوبايه اللبن سخنه خالص، وهاخد بقى الرقاقه كده. طبعا هو الرقاق ده زي ما قلت لكم انا كنت لسه كنت لسه خبزاه في نفس اليوم اللي انا يعني اشتغلت منه وعملت منه الفطيره. انا كنت خبزاه لحاجه تانية. فطبعا اولادي جم بالليل كده طلبوا مني يا ماما عايزين ناكل حاجه حلوه. فطبعا قلت ما فيش احلى ولا اسرع من الفطيره الجميله ديت، هنعملها لهم كده بكل سهوله. بدات ان انا بالفرشه كده ابدا احط السمنه كده على الرقاقه. ممكن بقى في المرحله ديت ان انت تاخدي الرقاقه بعد ما تغرقيها كده تحطها في اللبن كده. هتاخديها بقى كده تروحي حاطه بقى فيها الحشوه اللي انت بتحبيها، تفضلي اي حشوه بقى حشوه فيها. وبعد كده تلفيها كده زي الرول كده، وتبداي بقى ان انت تديها بقى على البوتاجاز كده تحميره كده برضو بوش اللبن، بتبقى جميله جدا. طبعا انا حطيت وش اللبن في الطاسه من تحت على اساس ان يعني عشان وش اللبن ده احنا عارفينه بيخلي لنا الفطيره فعلا فطيره جميله جدا، بيديها ريحه حلوه وسنه قرمشه كده. يعني مش عايزه اقول لك الصراحه كانت مخليه طعمها عامل ازاي. بعد كده برضو لسه معايا شويه كده من اللي هو وش اللبن ده، برضو هحطه لما اجي اقلبها. هحط له برضو شويه كده من اللي هي القشطه وش اللبن ديت. الصراحه ده مع الوصفه ديت القشطه على قد ما تقدري حطي قشطه فيها، بتخلي طعمها جميل جدا الصراحه. زي ما انت شايفه كده انا حطيت 6 رقاقات. انت ممكن تحطي اكتر وممكن تحطي اقل براحتك بقى خالص يعني. بس هي كانت 6 حلو، يعني 6 رقاقات حلو. طبعا اهم حاجه ان انت تحطي السمنه بقى كويس كده عشان خاطر تبقى معاكي الفطيره كده مورقه كده وحلوه. زي ما انت شايفه كده. طبعا هخلص كل الكميه. طبعا خلاص كده خلصتها، هبدا بقى ارفعها كده على النار. هي مجرد ما بتحطيها على النار كده بتبصي تلاقي هي الطاسه كده، يعني هي الفطيره بتبدا ان هي تتحرك لوحدها على طول.
وانا برضو هبدا ان انا ايه اظبط كده الحرف بتاعها كده عشان خاطر ايه متبقاش يعني كلها متظبطه كده. وبعد كده ابدا ان انا ايه افضل برضو كده احركها كده الفها كده في الطاسه عشان خاطر ان هي إيه تاخد كلها لون واحد. زي ما انت شايفه هي ما شاء الله مجرد ما شمت النار كده سابت خلاص الطاسه على طول، هي ما كانتش لازقه اساسا، بس انا بقولك يعني بصي بدورها كده عشان خاطر كلها تاخد لون واحد. هي خلاص بدات تاخد لون معايا اهيت. وانا هبدا دلوقتي اقلبها بقى عشان برضو تاخد برضو الوش التاني. زي ما قلتلك فطيره سهله جدا الصراحه. خلاص كده انا شلتها. شايفين الجمال ما شاء الله. فطيره ديت ولا لا؟ فطيره اهيت. يا رب تكون وصفاتي كلها بتعجبكم والافكار بتعجبكم. طبعا زي ما قلت لكم احنا في الشتاء بنبقوا عايزين بقى ايه بالليل كده اي حاجه بقى حلوه كده. مش هتلاقي احلى ولا اسرع من الفطيره الجميله ديت. هبدا برضو ايه زي ما عملت الناحيه التانية. لو قلبتها خلاص هي اخدت لون معايا، خلاص انا كده برضو هبدا ايه افضل معاها كده لغايه ما تاخد برضو لون من الوش التاني كده عشان خاطر يبقى ايه معايا كده متظبطه. زي ما انت شايفه بدات ان هي اخدت لون اهيت فعلا، يعني ما اخدتش فعلا 10 دقايق كانت جاهزه معايا. لو انت جديده بقى واول مره تتابعيني متنسيش بقى تشرفيني وتنوريني كده بالاشتراك الجميل بتاعك، وانزلي كده خدي جوله كده في قناتي الجميله كده شوفي كده هتعجبك ان شاء الله فيديوهاتي. شايفه الجمال ما شاء الله. بكل سهوله كده تعملي كده اجمل واحلى فطيره لاولادك كده. هي كانت مشكلتها معايا بس اللي هي المشكله في ايه بقى، المشكله ان هما طبعا لما اكلوا بقى الفطيره ديت كل شويه يا ماما اعملي لنا بقى فطيره جميله زي اللي انت كنت عاملاها. هي دي كانت مشكلتها معايا. عارفين بقى احنا لما نعمل حاجه حلوه كده والاولاد بقى ايه يفضلوا بقى يقول لك يا ماما دي سهله يعني انت عملتها بسرعه قومي اعملي لنا تاني. ف الله المستعان. فطبعا هي جميله جدا ان هي برضو ايه الرقاق بيكون شارب لبن، وطبعا برضو بياكلوا معاها عسل وطحينه. فطبعا احنا يعني بندور على اي حاجه ان هي تغذيهم وفي نفس الوقت هم في دراسه. فطبعا مش هتلاقي اجمل ولا احلى من ان انت تخليهم برضو ايه يستفادوا ان هم اخدوا لبن في الفطيره وعسل وطحينه. طبعا احنا عارفين العسل الاسمر يعني فوائد العسل الاسمر جميله جدا، وعلى قد ما نقدر ان احنا نخليهم برضو ياكلوا عسل كده وايه ويبقى اي حاجه فيها لبن. شايفه الجمال ما شاء الله. ممكن تلاقي برضو عندك كده حد ما بيحبش يشرب اللبن، فطبعا مش هتلاقي اجمل ولا احلى من ديت ان هم ايه تخليهم كده ياخدوا لبن. شايفه مورقه قد ايه مورقه وجميله. يا رب يكون فيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله.